يا صباح الخير، يا صباح الفل عليكم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا النهارده بالنسبه لي انا اليوم مش عادي خالص. النهارده خروجه العيد يا جماعه يا بنات، النهارده الخروجه بتاعه العيد، فالمفروض استمتع بقى وافرح لان دي خروجه من السنه للسنه وبستناها بصراحه. فكان النهارده اليوم مبهج جدا، وكان معايا ناس مبهجين ودمهم خفاف، فكانت الخروجه كلها قمر. وفي نفس الوقت كانت التكلفه على قد الايد. وطبعا ما خليتش حد يقول لي بقى إيه لا مش هينفع نخرج عشان الظروف الميزانيه. الميزانيه احنا يا بنات هنقدر نظبطها وهنخرج وننبسط. تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدوا منه. وهنا يومي بدأ بقى. انا بالنسبه لي انا يعني عشان ما حدش يتكلم بقى ويقول لي المصاريف وكده، يعني فعملت لهم شويه معجنات، ويومي بدأ من الساعه 11 بالليل. عملت المعجنات البوريك ديت. معايا 1 كيلو دقيق، معلقه بيكنج باودر، 2 معلقه خميره، 3 معلقه لبن بودره، رشه ملح، رشه فانيليا، نص كوبايه زيت، 2 معلقه كبيره سكر، ولبن للعجن. هينزل لكم المقادير بالجرامات وبالكوبايه. طبعا يا بنات الطريقه دي ناجحه جدا، والعجينه بتبقى هشه وحلوه قوي. وان شاء الله هتطلع معاكم كويسه جدا، يعني هتعتمدوها ان شاء الله. فطبعا هنا عجنت البوريك وسبته يختمر. وهنا بصوا انا بعجنها بايديا، بحب العجين جدا بالايد، بحس كده ان انا بطلع طاقه. فقلت اطلع الطاقه بتاعتي قبل ما اروح الخروجه عشان ما بقاش كده متضايقه كده وانا خارجه يعني خروجه العيد. فقلت لهم لا، يعني انا كده كده بصوا بقى انا مش هخليكم تصرفوا حاجه، بس يعني هنصرف بطريقه تانية خالص بقى. يعني انا هوفر لكم الاكل وحتى المعجنات هعملها لكم. فعملت المعجنات، وكمان عملت صينية كيكة هنشوفها مع بعض دلوقتي، اللي هي كيكة السريعة اللي هي بتاع دريم، برضو كانت حلوة جدا، اللي هي بالبرتقال. طعمها حلو قوي وبتبقى ناجحة بصراحة، بتطلع كويسة جدا. عملت كل الحاجات دي، وطبعا كل الحاجات دي انا سويتها وحطيتها في علبة. كل حاجة في علبة يعني. وحتى عملت كمان مكرونة بشاميل. طبعا ما عملتهاش معاكم هنا في الفيديو عشان ما اطولش عليكم، لان انا عملتها مرة في القناة. بصوا العجينة كان شكلها حلو جدا. وبصوا بقى انا بطلع كل الطاقة السلبية بقى عشان لما اجي اخرج بقى ابقى مبسوطة. يعني اي حاجة بقى مضايقاني خلاص انا هطلعها في العجينة. فهنا كمان فردت العجينة كويس جدا. بصوا بتفردوها رقيقه خالص، وبعد كده بتجيبوا اي قطاعه بقى في اي حاجه، اي طبق، اي كوبايه فيها كده حواف، وبتبداوا تقطعوا عشان يطلع البوريك كله مقاس واحد. انا بحشيها باي حاجه على فكره، اي حاجه موجوده عندي بحشيها. يعني انا مثلا حشيتها جبنه، حشيتها شوكولاته، اوقات سكر وقرفه، يعني مش ملتزمه بحشوه معينه، يعني على حسب هم ما بيحبوها. وكمان كان خارج معايا شويه ناس قمر بقى، فيعني ايه عارفين الناس المبهجين اللي هم انتي وانتي قاعده معاهم لازم تاكلي يعني. بصي هم يعني حتى لو انتي مش جعانه هيخلوكي تجوعي وهتاكلي. فبصراحه الخروجه كانت حلوه جدا وكانت مبهجه، وكلهم بقى يعني فاهم ضحك وهزار وحاجات حلوه كتير. وكنت فعلا وحشني الخروجه مع الناس القمر دي. فبصراحه خرجنا وانبسطنا وكلنا والدنيا كانت كويسه جدا. هنا بقى طبعا كله دخل نام، وانا بقى يا جماعه يعني انا مش هاكل الحاجات لوحدي، فحد يقعد يسوي معايا. طب حد يعمل معايا حاجه؟ باي باي، احنا خلاص سايبينك بقى، احنا هنخش ننام عشان احنا مش فاضيين، احنا عندنا خروجه الصبح، انتي بقى تعملي في المطبخ لوحدك. فانا بقى قعدت بقى كده، كانت على ما اعتقد الساعه 1. قطعتها وحطيتها كده في الصينيه. بحب اسوي في الصواني الالومنيا جدا، بتبقى حلوه جدا. تمام. الطريقه دي هنزلها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. تابعوا الطريقه بجد لو انتوا حابين تعملوها، بتبقى حلوه جدا. وممكن تاخدوها في الخروجات، تحطوها في البيت للاطفال ياكلوها. اي حد رايح شغل مثلا ياخد 2 3 كده. على فكره الحاجات المعجنات ديت في الافران بقت غاليه جدا، وبتدوكي شويه قليله جدا وما بتشبعش. وتاني حاجه بتبقى معموله بسمنه بقى مارجرين وحاجات كده كتير يعني. فاحنا ممكن نعملها في البيت ونوفر حاجات كتيره جدا. وعشان كمان جوازتنا ما يقعدوش يقولوا ايه بقى يا لا الميزانيه مش هنخرج اصل الزمن. لا لا لا، احنا هنحلها لكم. بس خرجونا بس وانتم مالكمش دعوه، والله ما هنشيلكم هم حاجه خالص. فهنا كمان بصوا كانت المعجنات قمر. هنا طبعا خلاص بقى يعني الصبح كده هم صحيوا بقى وخلاص عايزين ياكلوا، فشموا الريحه طبعا ما قدروش يقاوموا الريحه، فصحيوا كده على الفجر بقى كلهم. آه اللي بدأ ياكل واحدة، واللي مش عارفة ياخد حتة كيكة وحاجات كده كتير. طبعا الكيكة دي انا برضو عملتها كان الساعة بالظبط، يعني سبت بقى البوريك يستوي في الفرن براحته،
وبدات هنا حنين صحيت معايا فقالت لي لا انا عايزه اعمل معاكي الكيكه يا ماما. قلت لها خشي نامي، ادخلي نامي يا حبيبتي لسه بدري. قالت لي انا عايزه اعمل الكيكه بتاعه الخروجه. فقلت لها طيب حاضر. انا ما بحبش ازعلها، يعني انتوا عارفين ان هي بنت وحيده، فربنا يرزقني يرزق كل مشتاق يا رب. يعني ادعوا لي، انا بدعي كتير جدا ان ربنا يرزقني ويرزق كل مشتاق ويرزق كل محروم. فحبيبتي انتوا عارفين لو انتوا عندكم طفل واحد، انتوا عارفين المعاناة اللي الام بتعانيها بصراحة، بتبقى خصوصا لو الطفل بدأ يكبر وهو حاسس ان هو وحيد ومش عارف يلعب لوحده، مش عارف يعمل اي حاجة، كل حاجة بيعملها لوحده، فبيبقى فيه معاناة بالنسبة له وبالنسبة للام كمان. فهنا خليتها كمان عملت بقى معايا الكيكه والحاجات كده وظبطت معايا، وبصراحه هي بتشترك معايا في حاجات كتير. وانا كمان بنت وحيده، يعني هي بنت وحيده وانا كمان بنت وحيده. فانا حاسه بالاحساس اللي هي حاساه. فانا اعتبرتها اختي، يعني اختي وبنتي وحبيبتي. صاحبي بنتك على فكره بيبقى احساس حلو قوي، يعني بلاش اللي هو ايه الام اللي كل حاجه فيها بتشد، لا يعني عادي يعني تعاملي مع البنوته سواء كبيره او صغيره ان هي صاحبتك، عشان في يوم من الايام ما تجيش تخبي عليكي حاجه او كده يعني. هنا بقى كمان كانت بتعمل معايا كيكه، فمش عارفه يا حبيبتي تلف الجهاز تقيل على ايديها، فقلت لها بقى انا هكمل. وهنا حطيت الكيكه في الصينيه الالومنيوم. برضو بحب اسوي اي معجنات او اي كيكات او بسبوس او حاجه في صواني الومنيوم. هنا هدخلها على الفرن على درجه حراره 180. بصوا طالعه طعمها حلو جدا وريحتها حلو قوي هشه. فطبعا سبتها انا يعني قلت عشان ايه الصبح انا عارفه جوزي لما بيبقى خارج خروجه اللي هو ايه بيصربعني، اللي هو يلا بسرعه يعني احنا مش رايحين شغل بس هو عنده مواعيد، فلازم إيه كل حاجه تبقى تمام قبل الميعاد اللي هو محدده. فقلت اصورها من بالليل لان انا عارفه ان الحاجات دي مش عارفه اصورها الصبح، وفي حاجات كتيره جدا سقطت مني في الخروجه ما عرفتش اصورها. فهنا صورتها بالليل وهي كانت سخنه جدا على فكره. بصوا هي طعمها حلو قوي وريحتها جميله وهشه. بصوا اسفنجي كده وجميله، واللي استخدم دريم فعلا هيقول ان هي كيك كويس. كده بقى صحينا الصبح، يعني انا صليت الفجر كده وقلت ايه خلاص اعمل لهم بقى المكرونه بشاميل. عملت لهم مكرونه بشاميل، وطبعا ما صورتش معاكم لان كان جوزي صحي، وطبعا كنت عايزه اخلص وانجز بسرعه. فانا عملتها في اطباق زي دي، وكمان كنت واخده معايا اطباق كرتون، اطباق كرتون وترمس شاي وكوبايات بلاستيك وحاجات كده، اللي هو لما انا اخلص ارمي كله في سله القمامه. وهنا استمتعوا بقى معايا بالجو الجميل وصوت العصافير. بتشوت يلا يا حنين جول. هننتعب. استني يا حنين لسه بتاكل. اما تاكل حنينه خلاصي. ده معيط. لا صور مع عسل صغير. حنين حنين
بص ده بيرقص رقبته. لا صورين سيب التلاتة في الجو. بص شكلهم حلو قوي. جعانين خلصوا. قومي لا قامتها البتاع دي جابتها من لا الجو. قامت بتحها اللي هو ابو قردان هو اللي كله. هو اللي كان يا خلاصي شكلهم حلو. يا قلبي حتى طالعه ارميها لها في بقها يا حنين. برافو يلا بسرعه عشان ما تعذبهاش. شاطره. كلتها. ارمي لهم يا حنين. تاني برافو شطوره. طبعا في الزهور. ما تخافيش. طب هاتوا عن تاني بسرعة عشان هيمشي. يا خلاص ارفع ايدك لفوق. برافو. تاني يلا يا حنين. برافو حنين مدي قدامك اللي قدام شوية عشان اعرف اصوره. خفيف. كلتها كلهم هتلموا عندي. ارمي بقى قدام شوية. ارمي قدام شوية. قدام. سليمة ميجي كله بص كده كله. كله جه. ثانية كله بيجي كله بينادي. يخرب بيتك. برضو لا بخاف من دي. كله جالك. كفاية بقى استنى اما عايزه تاكل. يا حبيبي برافو عليك يا نيك. يلا يا عوار بتاع ده عوار. ده مو
بكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب يكون استمتعتوا بالفيديو واستمتعتوا بالجوله الحلوه دي. ومع السلامه حبايبي في رعايه الله. ربنا يسعدكم دايما.